الدار كيقول لك الدار ديالي ما عمرها كتجمع. ملي كيقول لك انا دائما عندي كنعيا النهار على النهار كامل وانا كنجمع، ولكن ديك الدار ما كتجمعش. عديد من النساء كيقول لك حنا كنضل واقفه، انا كنضل واقفه، ولكن حتى حاجه ما كتبان في ديك الدار، كتبقى هي دائما الروينه من الصباح حتى العشيه. هاد الديور اللي كيكون فيهم هاد المشاكل دائما كاينين حوايج اخرين ربما الناس غيخصهم يردوا لهم بال ويقول لي كلامك حق. كاين مثلا اللي كتلقى كيتحرقوا ليه البولات، كاين اللي كتلقى كيخسروا ليه دوك الماء، يعني كاين الماء وكاين اللي كيطلق الماء كاع بوحدو. كاين اللي كيقول لك انا كتصبح داك الكحوليه في الدار ديالي بحال الصدى. كاين اللي كتصبح الكتبه ليه في الدار، كاين اللي كيتهرسوا ليها الماعن. العديد من الحوايج اللي كيطراو في الدار والناس ما كيردوش ليهم بال. وراه كاينين حوايج اخرين من غير هادشي اللي كتقولوا. كاينين حوايج اخرين كتلقى دابا موالين الدار، كتلقى دابا الخوت مع بعضياتهم كتلقاهم شي كيكره شي، دائما صداع، دائما مطيفه، دائما غوات. مثلا يقدروا يجلسوا يجلسوا على يبداو ياكلوا يتغداو ولا يفطروا ولا يتعشاو، كتنوض القنبول. يعني ديك الدغمه ما كيعقلوش عليها كما كنقولوا حنا بالعربيه الفصحى باش كل يفهمنا. ديك الدغمه دائما خصو ياكلوها حاره. ما عمر ديك الدار كتهنا. المشاكل بين المراه والراجل، المشاكل بين الخوت، المشاكل بين الاولاد والوالدين، ما كاين بنادم مع حال فمو تيشوف ما عارفش شنو واقع. شنو كيقولوا هاد الناس ملي كيوقع هاد الحوايج؟ كتلقى مثلا التلفازه كتهرس، الماعن كيطيحوا، الدار ما كتجمعش، الصدا كيصبح في ديك الرشان. شنو كيقولوا هاد الناس؟ كيقول لك بعض الناس كيقول لك حنا هاد الدار مسكونه خصنا نتحولوا منها، او لا خصنا نبيعوا هاد الدار. راه ماشي المشكل في الدار، راه ماشي المشكل في الحانوت، راه ماشي المشكل في القهوه، راه ماشي المشكل في ديك الزريبه ديال البهيم اللي كيعيشوا فيها دوك البهيم الناس كسابه. المشكل لا ماشي هنا. واش دابا في نظريتك انت الا تحولتي غتحل المشكل؟ لا. شوف دابا دوك الناس اللي كتشعل فيهم العافيه، كتلقى مثلا الدار كتشعل فيها العافيه كيموتوا ليه بعيد. هادو واش مني كيتحولوا؟ اولا مثلا كديك المراه كتحمل وكيطيح ليها الولد، واش مني غتحول من هذيك الدار ما غيبقاوش يموتوا ليك البهيم؟ واش مني تحول من ديك الدار واش هذيك المراه غيبقاو يعيشوا ليها الولاد؟ واش مني تحول من ديك الدار ما غيبقاوش يتشعل العافيه؟ ولا راك غالط. راه المشكل ما كاينش في الدار، المشكل ما كاينش في الحانوت، المشكل ما كاينش في القهوه، المشكل ما كاينش في الزريبه ديال البهيم. المشكل كاين في الناس اللي كيعيشوا في ذاك المحل، هما اللي فيهم المشكل. هذوك الناس عندهم سحر، وهذوك السحر دوك خدام الشياطين من الجن، هذوك هما اللي كيخلقوا ديك المشاكل كامله لديك العائله. باش ديك العائله خصها تعيش معذبه، ديك العائله خصها ما تعيش هانيه. وهذا هو دور ابليس في الحياه. راه هو دوره ماشي صاحبي غيجي يبني لك مسجد، ابليس غيجي يبني المسجد. راه الدور ديالو هو خاصو يخلق الفتنه بين المسلمين، وخاصو دوك المسلمين خاصهم يعيشوا معذبين. الله يدير ريتول بالعربيه، الله يدير ريتول في ديك الدار. الحاجه اللي خاصك المفتاح الاول باش غتحل المشاكل ديالك، وهو خاصك ترقى، خاصك تعالج. بالنسبه للعلاج انا كنخدم معاك في اي دوله في العالم، يعني انا سهلت عليكم جميع ما يكون. ما كنبيع زيوت، ما كنبيع عشب، القران وحكمه ديال الله لا غير. هذا هو باش كنعالج انا. عندك توكال غنقرا عليك التقيه، عندك الجن غتصرع كترقى انت ومراتك ووليداتك ودارك وقهوتك وحانوتك والزريبه ديال البهيم. يعني فين كتعيش كترقى انت والناس اللي معاك والمكان اللي كتعيش فيه. كتدخل الصفحه عندي، راه دائما الصفحه عندي كتلقاها في الصفحه مكتوبه سجل اوديو المشكل اللي عندك، الاعراض اللي كتحس بها والمشاكل اللي كتعيشوها يعني في الحياه ديالك. وكتقول لي انت اش من مدينه ولا اش من دوله. اللي ما بغاش يطرق على بعد ما تاقش غيقول لي انا لا كذا، راه عندي مركز، جي عندي المركز وما تخرج من دارك جي عندي المركز. تتعيط ليا تتصيفط ليا اوديو، غتقول لي سي مصباح انا بغيت نجي عندك المركز، واش انت خدام او لا ما خدامش؟ مني كنكون خدام راه كنديرو المركز مفتوح في الصفحه، هذيك الساعه راه كنكون خدام. مني كندخل الصفحه وكنلقى المركز مسجود راه عرفني راني مسافر.